والله يا جماعة حاجة غريبة قوي حصلت في المؤتمر الصحفي بعد ماتش الأهلي وبيراميدز. الفكرة هنا إن مراقب المباراة المفترض إن هو يكون فاهم في قواعد الإعلام وفي قواعد المؤتمرات الصحفية، مبقاش بيحضر وخلاص. صحيح أنت مطلوب منك إنك أنت تدير الحوار اللي موجود، يعني الأسئلة اللي موجودة من الصحفيين للمدير الفني والإجابات بتاعت المدير الفني للرد على الصحفيين، كل ده كويس، لكن لازم يبقى عندك خلفية بأنت بتحضر إيه وبتتكلم في ايه. ما ينفعش ان انت تخش بعد المؤتمر الصحفي ما يبدأ اول حاجة تقول لها للصحفيين يا جماعة ما حدش يتكلم في القرارات التحكيمية. امتى ممكن تقول لحد من الصحفيين في امور ما تتكلمش فيها ان كانت خارج اطار وسياق المباراة؟ لكن انت عندك هنا الاخطاء التحكيمية جزء من المباراة، فازاي بتطلب من الصحفي ان هو ما يتكلمش فيها؟ وبالمناسبة يعني مراقب المباراة هيتوقف مدة، ومدة مش هتبقى قليلة كمان، بسبب ان هو مش فاهم في الحتة دي. ودي مشكلة على فكرة عامة. لو تلاحظوا اكتر من مؤتمر صحفي بيتم الغائه بسبب بعض المشكلات، عشان اللي بيكون مسؤول عن ادارة المؤتمر الصحفي ده ما بيقدرش ان هو يديره بالشكل اللي هو المفروض انه يدار بيه.